هلو اليوم راح نسوي معجنات محشية بالجبن وعليها كرفس بعجينة مو طبيعية، هشة وطرية وناجحة كلش. راح تعتمدوها بهواي شغلات. يلا نبدأ. مكونات العجينة: بالبداية كوب ونص من الحليب الدافي، أخلي عليه ملعقة طعام ونص من الخمرة وملعقة طعام من الشكر، أخلطهم سوا وأخلي الخمرة تتفاعل. ورا 5 دقائق تقريبا أضيف باقي المكونات: زيت وطحين وبيض وفانيلا وبيكنج باودر وملعقتين طعام شكر. أعجنهم زين لمدة دقائق، بعدين ألف العجينة وأدهن الوجه بزيت وأخليها تختمر لمدة ساعة إلى ساعة ونص بمكان دافي. ورا ما اختمرت العجينة راح أبدي أفردها. الطريقة اللي أنا سويتها هي طريقة الضفيرة. تفردون العجينة، يخلوا سمكها كلش قليل، وبعدين ورا ما تفردوها كليتها ابدوا قطعوها يعني أقسام متساوية 3 حتى تسووها مثل الضفيرة. التشكيل هذا اختياري، أنا حبيت هذا الشكل، أنتم براحتكم. ورا ما قطعناها يعني قطع متساوية راح أخلي بها جبن الموزاريلا أنا استخدمت، وراح ألفها عليها وأبدي أضفرها أسويها مثل الضفيرة. ورا ما تكملوها خلوها بصينية الفرن، غطوها شوية وعفوها تختمر مرة ثانية لمدة نص ساعة، يعني قبل لا ندخلها الفرن راح نخمرها مرة ثانية. ورا نص ساعة راح أدهن الوجه بحليب وأرش عليها شوية سمسم، أدخلها للفرن على درجة حرارة 180. أخذت مني تقريبا 45 دقيقة وصارت جاهزة. لما طلعتها من الفرن حطيت عليها، وأول ما طلع من الفرن وهي حارة خليت عليها شوية زبت وخليت على الوجه كرفس، وصارت عندي جاهزة. فتشي يخبل، مو طبيعي طعمها، وشوفوا قوامها، جربوها وبالعافية مقدما.